من أن يسجل، لكن على أي حال الكرة ضاعت. المهم بأن النصر متقدم، بأن النصر منتصر، بأن النصر حتى الآن في طريق النقطة التاسعة. كرة ملعوبة عرضية خطيرة جدا، الله، هدف للخور يسجل في هذه اللحظات. هدف يسجل الخور في كرة عرضية غابت فيها الرقابة وغاب فيها خط الدفاع عن طريق اللاعب عمر خلف الذي يسجل في هذه اللحظات. شوف الكرة العرضية، طلب الكرة العرضية اللي ما كان فيها تغطية من اللاعب علي العامري ومن خط الدفاع، وبالتالي خطأ يتحمل الدفاع يكلف العميد هدف في الوقت اللي كنت أتحدث فيه بأن النصر شباكة لم تتلقى هدف منذ مباراتين. هدف يسجل الآن في هذه اللحظات. الكرة العرضية كانت من هلال محمد، عرضية أكثر من رائعة وعرضية متقنة. الكرة بتلعب في الجهة اليسرى، النصر راح يصل ل9 نقاط. كرة بتلعب إلى الأمام، كرة خطيرة وخروج من حارس المرمى كان غير موفق، لكن ممتاز محمود خميس في التغطية، وبالتالي الكرة تحولت إلى ضربة ركنية. ممتاز محمود في التغطية، حقيقة يعني إضافة كبيرة جدا، إضافة كبيرة جدا لنادي النصر. ضربة ركنية، كرة بتلعب وصلت لهلال محمد، هلال يرسل كرة عرضية خطيرة جدا، محاولة، يا الله يا الله، في اللحظات الأخيرة ينجح الخور من أن يعدل النتيجة ويرفض أن يخرج من هذه البطولة بدون أي نقطة. شوف في آخر الدقائق، وهذا اللي كنت أتحدث عنه، كنت أتحدث عن أن النصر يجب بأن يبقى مركز حاضر ذهنيا إلى اللحظات الأخيرة، وبالتالي هدف يسجل للخور يعلن من خلال الخور بأن هذا اللقاء لن ينتهي بفوز النصر. شوف في مثل هذه اللقطات وفي مثل هذا التوقيت وفي مثل هذه المباريات بالتحديد تحتاج لتركيز حتى الدقيقة الأخيرة، لأن في بعض الأحيان يعني يكون بعض